مساء الخير يا جماعة، أنا متشكرة جدا على إقبالكم على الفيديوهات بتاعتي وعلى كل الأسئلة اللي انتوا بتسألوهاني. فالنهاردة أنا جاية عايزة أطرح عليكم حكاية. لو انتوا جعانين وماشيين في الشارع ولقيتوا حد يديكوا سنارة وحد يديكوا سمك تاكلوه، مين فيكم هياكل السمك ومين فيكم هياخد السنارة؟ 3/4 الناس عشان جعانه هتقول ايه؟ اديني سمك اكلها، صح؟ انا هقول الرد غلط. ليه؟ بالسناره انت تعرف تجيب كل السمك اللي انت عايزه. بالسمك انت محتاج حد يديلك سمكه كل يوم كل ما تجوع. ايه رايكم في اللي انا بحاول اقوله لكم؟ انتوا بتسالوني اسئله والحاجات اللي بتمشي في دماغنا كلها ليها دعوه بان انا عايزه اكل سمك. انا جعان، اديني سمكه، اديني رغيف عيش، اديني اي حاجه. انا بقول لك بنبص في الحته الغلط. انا نفسي اعلمك يكون عندك رغبه انك انت تتعلم تصطاد، عشان لما انت تتعلم تصطاد انت تقدر تاخد كميه السمك اللي انت عايزها. فعواطفنا ماشيه بنفس المنهج، بمعنى لما انا يكون عندي مشكله مع حد والحد ده انا كل اللي انا بدور عليه ومركزه فيه بوعي ان انا عايزه البني ادم ده يتغير عشان يعمل اللي انا عايزاه عشان انا ارتاح، كاني جعانه وبقول ادوني سمكه. انا عايزه اقلب الترابيزه. عايزه اقول لك ايه؟ اتعلم ازاي تبقى واعي على رد فعلك على اللي بيعمله البني ادم اللي قدامك. هي دي السنارة اللي هتعلمك تصطاد. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا ما نقدرش نغير البني ادم اللي قدامنا. تغيير البني ادم اللي قدامنا متعلق بان البني ادم اللي قدامنا عايز يسمعنا وعايز يعمل اللي احنا عايزينه، فاحنا مديين قوتنا لحد قدامنا وتابعين له. هو لازم يعمل حاجة عشان احنا ننبسط، هو لازم يعمل حاجة عشان احنا نرتاح، هو لازم يديني سمكة عشان انا بطل اجوع. انا بقولك لا، لو السنارة مش في ايديك والبحر قدامك وانت عارف تروح تجيب السمك وقت ما انت جعان، هي دي الطريقة الوحيدة اللي قوتك تبقى في ايديك. فانا عايزة اعلمك ده. هعلمهولك ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها خريطتك العاطفية. الناس بتشتغل على انا عندي ضعف في شخصيتي، انا عندي خوف من التعابين، انا عندي وسواس قهري، انا عندي شويه ديبريشن، اديني حل، انا بتخانق مع جوزي مش عارفه قولي لي اعمل معاه ايه. الموضه اليومين دول يقولك في 5 خطوات تحل مشكله المش عارفه ايه، في 3 خطوات عندك الاسبرين العاطفيه اللي تحل لك القصه اللي مش عارفه عامله ازاي. انا بقولك الكلام ده مش هيوديك المكان اللي انت عايزه، اللي هو ترتاح. فعشان ترتاح محتاج انك انت تغير اتجاه تفكيرك. بمعنى انك انت لو مركز في تفكيرك ان البني ادم اللي قدامك لازم يسمع كلامك عشان يديلك اللي انت عايزه، انا بقولك اقلب الترابيزه وابتدي اتعلم ازاي انت تغير رد فعلك وانفعالك على اللي قدامك بيعمله. هل الدنيا سهله قوي كده؟ لا. ليه؟ لان انا ممكن اعمل كده وباقي البني ادم اللي قدامي اكتشف ان هو برضو ما بيدينيش حاجه، برضو ما بيغيرش طريقته، برضو مش عارفه ايه، برضو الدنيا ما بتتظبطش، برضو الخلاف موجود. في الحاله دي بنخش في خطوات تانية. اللي انا عايزه اقوله ان احنا لو ما ابتديناش ناخد بالنا من اننا محتاجين نتعلم ازاي نتطور، مش ان احنا نطلب اسبرينة في الاجزخانه، مفيش تغيير حقيقي هيحصل في حياتي. فانا بشتغل على حاجه اسمها الخريطه العاطفيه علشان اساعد الناس ان هي تتعلم تصطاد. بمعنى انك كل واحد فينا بسبب التربيه اللي اترباها والبيئه اللي عاش فيها والظروف اللي اتولد فيها عنده تركيبه، حصلت له حاجات، اتعامل بطريقه
سمع اغاني معينه، راح في مدرسه معينه، عمل اصدقاء معينين، بلوروا قصه معينه فيها اعتقادات معينه وتجارب معينه خلته يخلق صوره معينه عن نفسه وعن علاقته مع الاخر وعن مكانته في العالم. فالخريطه العاطفيه بتعلمك ازاي تقدر تعرف انت واقف فين عشان تعرف انت عايز تروح فين. في ناس كتير تقول لي ايه، انا عندي خوف عايز اخلص منه. هتعرف ازاي تحل الخوف؟ ازاي هتعرف توصل انك تتحرر من الخوف لو انت مش عارف انت خايف من ايه؟ الخوف ده بيتحرك جواك ازاي؟ بيعمل فيك ايه؟ بيخليك تتحرك ازاي؟ بتخليك تتفاداه ازاي؟ لو انت ما تعرفش كل الحاجات دي ازاي هتتخلص منه؟ هتخلص منه ازاي؟ احنا اتعلمنا ان احنا عايشين في ثقافه الاسبرينا. وراسي بتوجعني اديني اسبرينا، راسي بتوجعني اديني بانادول، عندي حراره اديني مش عارفه ايه. احنا بناخد مسكنات، اسمها بيقول مسكنات، لكنها لا تلغي حاله المرض. فدايما معتمدين على الاسبرينا، دايما معتمدين على البانادول. انا بقول لكم الحل الجذري الحقيقي على مدى الحياة الطويلة ان احنا نتعلم ازاي تركيبتنا معمولة، ازاي بتفادى العواطف، ازاي بعبر عن احتياجاتي، ازاي متصل او غير متصل باللي بيحصل جوايا، ازاي بسمح لنفسي بيه او ما بسمحش لنفسي بيه، ازاي لما ببقى قاعد مع اهلي بحس نفسي صغير كبير، لما حد بيشخط فيا بكش من جوه ولا بعرف ارد. لو انا مش عارف كل الحاجات دي ازاي هعرف اوصل للحته اللي انا عايزه اعمل اوصل فيها، اللي هي طموحاتي، احلامي؟ ازاي احقق كل ده؟ احنا كلنا عايزين ده بس مش عارفين احنا فين. لو احنا مش عارفين احنا فين ازاي هنعرف نوصل هناك؟ لو انا مش عارف اذا كنت في روما ولا في اديس ابابا وعايزه اروح القاهره، لو انا مش عارف انا فين، انا هعرف اني اي طياره اخدها؟ انا عارفه توصل في وقت قد ايه؟ انا هعرف محتاجه مصاريف قد ايه؟ ولو مصاريف كذا انا هعرف انا معايا فلوس قد كده ولا لازم استنى شهرين 3 عشان احوش ولا سنتين 3 عشان احوش؟ كل الحاجات دي انا محتاجاها لانه احنا عايزين نوصل القاهره، فلازم اعرف اذا كنت في روما ولا في اديس ابابا. نفس الحكايه لو انا عايزه احقق طموحاتي لازم اعرف انا فين. ما اقدرش اقول انا عايز كده وخلصنا اديني بانادولايه. في ناس كتير بتعمل كده، بانادول يقول 3 خطوات لتحقيق احلامك، 3 اسرار لمش عارفه ايه. بقت موضه قوي. ليه؟ لاننا عايشين في ثقافه البانادول. الثقافه دي بتديلك حلول على قد كده، ما بتديلكش حل جذري دائم لمدى حياتك. الحاجه الوحيده انك انت تتعلم تصطاد، فتقدر تعتمد على نفسك وتروح تاخد السمك في اي وقت انت عايزه. فالخريطه العاطفيه بتبص على التركيبه بتاعتك عامله ازاي، وبتعبر عن احتياجاتك العاطفيه ازاي، وليه مش قادر توصل للي انت عايزه ازاي، لانه بيفهمك عقلك الباطن وعقلك الواعي متصلين في بعض في تركيبه عامله ازاي. كل واحد فينا عنده تركيبه خاصه بيه جدا، في تركيبات بتتشابه. فانا بقول لكم ان احنا محتاجين ان احنا نبتدي ندور، بدل ما ندور على البانادول ندور اتعرف على روحي، عشان لما اتعرف على روحي واعرف انا بعمل ايه انا اقدر اطبق ده مع جوزي، مع عيالي، مع مديري، مع صديقاتي، مع كل الناس. اللي لما انت بتتعرف على نفسك تقدر تطبق كل ده، والمبادئ الاصليه اللي الدنيا ماشيه عليها، خريطتك العاطفيه ماشيه ازاي، تبتدي تفهم نفسك في كل المواقف. مش هنا عايز بانادول وهناك عايز اسبرينا وبعدين عايز مش عارفه ايه وبعدين عايز مش عارفه ايه. مش هينفع، على الاقل في الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الوعي والناس والكلام. فبالتالي انا من رايي انكم تبتدوا تفكروا ازاي تتعرفوا على نفسكم كوسيله تساعدكم
في انكم تحلوا مشاكلكم. ليه؟ لما انا بتعرف على نفسي كمان يعني فايده تانية، ان انا لما بتعرف على نفسي انا ببتدي اتعلم، الاقي ريسورسز جديده، بتبتدي تبني موارد جديده، فبتلاقي نفسك بتتعلم، تلاقي جوه نفسك طرق جديده تتعامل بيها مع المواقف اللي بتقابلك. فانت بتبقى انت صاحب روحك. انت بتلاقي نفسك بتعرف تعدل روحك بطريقه تعرف فيها ان الرد الحقيقي على الموقف ده كذا، والموقف الحقيقي مع فلان الفلاني اللي بيعاملني بالطريقه دي كذا. مش ده احسن لك من انك تقول لحد اديني بنادول، اديني اسبرينا، اديني مش عارفه ايه؟ ليه بقول لكم كل الكلام ده؟ عشان انا قررت ان انا ابتدي لكم مجموعه نشتغل فيها ونتعلم خطوه على خطوه على خطوه على خطوه ازاي نتعرف على خريطه العاطفيه، ونتعرف على المبادئ الاصليه اللي مبني عليها ازاي تقدر تبتدي تلم نفسك في كل المواقف اللي عامله لك مشاكل. طيب فانا قررت علشان ايه، بدل ما نقعد نسال اسئله كتيره، ان احنا هنبتدي دوره هتدوم لمده شهر ابتداء من نص فبراير بمبلغ مادي قليل علشان يسمح لناس تشترك. هنعمل الدورة دي كل مرة في الأسبوع ابتداء من نص فبراير. هتبقى أونلاين وفي البيت عندي للناس اللي تقدر تيجي. أنا عايشة في القاهرة. هنديكم بقية التفاصيل للي عايزين يشتركوا. مستنياكم.